اختتمت يوم الأحد منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة من نهائيات كأس العالم للسيدات بأستراليا ونيوزيلندا، بفوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد، وانتصار المنتخب الكولومبي على نظيره الأني بهدفين دون رد. ويتصدر المنتخب الكولومبي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متبوعا بالمنتخب الألماني ب3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن المغرب الذي يتوفر على الرصيد ذاته، فيما تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الرابعة والأخيرة بدون رصيد من النقاط. ويلعب المنتخب المغربي في الجولة الثالثة الأخيرة أمام كولومبيا الخميس المقبل، فيما تتواجه ألمانيا وكوريا الجنوبية في ذات اليوم وفي نفس التوقيت بداية من الساعة 4 صباحا. وسيضمن المنتخب المغربي بشكل رسمي تأهله مباشرة لثمن نهائي كأس العالم في حال تعادله أمام كولومبيا وخسارة ألمانيا من كوريا الجنوبية لأي نتيجة. كما ستتأهل اللبؤات الدور الثاني من المونديال في حال فوزهن على كولومبيا وتعثر ألمانيا أمام كوريا الجنوبية سواء بالتعادل أو الخسارة. أما السيناريو الثالث والصعب هو فوز المغرب أمام كولومبيا بفارق 5 أهداف أو أكثر، وانتظار فارق الأهداف أو النقاط حسب نتيجة ألمانيا وكوريا الجنوبية. وحقق المنتخب المغربي النسوي انتصارا تاريخيا على نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد في المباراة التي جمع الطرفين صباح الأحد على أرضية ملعب هندمش بديلايد بأستراليا، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم للسيدات. ويعتبر هذا الفوز هو الأول من نوعه في تاريخ المنتخب المغربي والمنتخبات العربية في نهائيات كأس العالم، كما أن هدف ابتسام جريدي هو الأول أيضا في تاريخ المغرب والعرب. ودخلت لبؤات الأطلس نهائيات كأس العالم وهدفهن السير على خو المنتخب الوطني المغربي وإظهار قدراتهن لتأكيد تطور كرة القدم النسوية بالمغرب، وبالتالي تشريف الكرة المغربية في أول مشاركة في المونديال. ويبقى طموح لاعبات المنتخب الوطني في هذه البطولة هو تجاوز دور المجموعات والتأهل لثمن نهائي الكأس، وبالتالي تحقيق إنجاز غير مسبوق لكرة القدم النسوية المغربية.